شكر عميق جدا. انا كنت مراهن نفسي ان لو في اكتر من 50 واحد تبقى معجزه. في جو المطر ده ما كنتش مصدق، فمش عايز اشكركم قد ايه يعني بجد يعني، وخصوصا ان جم في الوقت ده وفي الميعاد ده والجو ده. الاول انا عايز بس اشرح الموتيفيشن ايه بتاع الواحد، ايه اللي خلى الواحد يفكر انه يتحرك كده. وعايز دي نقطه مهمه جدا عشان كلنا لازم نعرف بصراحه كده متناهيه، وانا مش عايز ازعجكم ولا تقولوا عليا ان انا متشائم ولا حاجه، بس انا احب ان احنا كلنا بما ان انا ربنا اداني فرصه ابقى قريب شويه من الاحداث كده، ان كنتوا تعرفوا احنا كلنا هنروح على فين لو ما اتحركناش. وهي مش محتاجه واحد عبقري يعني، في بوادر باينه وباين قوي لما جه الاستفتاء على التعديلات دي كلنا اتحمسنا. وانا نزلت في الدايره بتاعت الزمالك الساعه 7 الصبح، فاكر نفسي ان انا هكون اول واحد، رحت لقيت طابور 5 كيلو ومعظمهم الطابور ده قال لا، والنتيجه جت بنعم. وده نتيجه اللي ما كانش عندنا غير اسبوع او 10 ايام نتحضر فيه ونعمل موبيلايزيشن عشان نقول راينا. دلوقتي احنا عندنا بالظبط 5 اشهر داخلين في معركه قدام تنظيمات بقى لها 80 سنه. 80 سنه واحنا قدامنا 5 اشهر. فطبعا يعني ما هياش معركه متسابقه. انا كنت بقول لواحد النهارده ده زي سبق ابتدى، انت واقف هنا والتاني واخد افانس 80 كيلو قدام، فاضل له بين خط النهايه 2، وعشان كده بيتصرف معاكم النهارده بان الامر محسوم وبيضحك وشايف الدنيا خلصانه وكده. وبالتالي انا يعني جاي النهارده مش عشان اقول لكم تخشوا في الحزب حزب المصريين الاحرار ده، وده مش حزب نجيب برضه عشان عايز يقول لك ده نجيب. انا كنجيب انا عملت دول ان انا راجل مش سلبي وعايز اعمل حاجه، لكن مش هقدر اعملها لوحدي، ومش عايز ان انا اتصدق في الموضوع ده لوحدي لو كلكم انتم مش موجودين. لان المساله ما تعنينيش انا، وانا عشان كده لما جينا نعمل الحزب ده انا قصدت اول حاجه ما يبقاش في منصه عليها ناس قاعده فوق وناس قاعده تحت، وكل اللي عايز يقول. واصرت ان اهل الزمالك وبتوع نادي الجزيره يجوا هنا، الشباب ده نادي الجزيره يجوا هنا عشان نقول للناس الغالي والفقير زي بعض. وبعدين قلت يا ولد خليك عاقل، انت مش قد الناس دي، والناس دي بقى لها 80 سنه. وعلى فكره كمان يعني احنا بنحاول نقرب الخلاف دلوقتي، هم قربوا يعترفوا بالمراه وقربوا يعترفوا بالابتي ويقولوا انه زيه زيهم، فالمساحات بتضيق دلوقتي. فقلنا ايه بلاش داعي للصدام وخلينا على المصريين الاحرار. وللعلم الاسم ده واختير بطريقه ديمقراطيه في اول اجتماع كنا حوالي 100 واحد وحطينا 20 اسم، ضاع منهم 18 متاخدين اوريدي، فضلوا 2 مصر الحديثه والاسم ده، واخترنا الاسم ده في الاخر. كان في مجموعه شباب كانوا مسمين حزبهم المصري الحر، كنا الاول مسمينه كده وجم زعلانين وبتاع، وما قدرناش نبتدي الحزب بان احنا نزعل حد. بس رسالتي اهم رساله النهارده ارجوكم يعني، وارجوكم انكم تركزوا فيها. اذا ما اتحركتوش في ال5 اشهر دول هيحصل زي ما حصل في الاستفتاء على التعديلات الدستوريه دي. مساله النهارده عايزه ايجابيه، وانا برجو انكم تعرفوا اي حاجه عندكم النهارده، اي نقط هتشوفوها في المبادئ والاهداف ده اجتهاد 100 شخص. الاجتهاد ده تم بجو ديمقراطي، اخترنا النقط دي. اللي عايز يزود او يفسر او ينضم للحزب ويفسر من جوه، لان احنا محتاجين ناس تشتغل دلوقتي، مش بس ناس نتكلم. ان كنتوا عايزين كلامنجيه هتلاقوهم في كل حته مليانين وبتاع التلفزيون بالليل والصبح. وانا قعدت مع ناس كتيره منهم عشان برضه عايز ارد على النقطه الثانيه، طب ليه ما اتحدتش مع اكس؟ وليه ما عملتوش ائتلاف مع مين؟ وليه ما عملتش؟ لان انا كل ما بقعد مع الناس دي ما بتعملش، بيقعدوا يتكلموا وبتاع، ما شفتش ان في ناس بالفعل ناويه تشمر كمامها كده وتنزل تشتغل. احنا نازلين سوهاج ونازلين الاقصر واسوان الاسبوع ده الاربعاء والخميس جم عشان نشوف الناس البعيده عننا دي، عشان نعتذر لهم ان احنا كنا منعزلين وكنا بعاد ومش بكيفنا، كنا بعاد لان النظام اللي كان موجود كان بيفتح بقه بيقطع رقبته. وانا بزعم ان انا كنت بفتح بقي وربنا كان بينقذ رقبتي. في يعني فبالتالي انا كنت نخش من جوه وهنكون اللجان كلها، وهنكون لجنه استراتيجيه ولجنه للفكر ولجنه التعليم ولجنه الصحه وكل اللجان المطلوبه، وفي هذا الحيز كل واحد يشتغل. لان المساله النهارده ودي عامل لنا صحيح فزاعه، يعني انت الحزب الوطني وقضيت على كل القوى مش عايز اقول ليبراليه برضه، لان قال لك ان دي كلمه قله ادب،
كلمه ليبراليه دي وعلمانيه دي كلمه قد ادب، واحنا كلنا كفره. احنا هنقول لهم احنا حزب نؤمن بربنا سبحانه وتعالى، احنا حزب نؤمن بربنا سبحانه وتعالى، كلنا بنؤمن بالاديان، كلنا مؤمنين. الفرق الوحيد ان احنا مش هنكفر حد، ده الفرق الوحيد، لكن كلنا متدينين اكتر من عايزين نسترجع الحضاره دي، حضاره تليق ببلدنا مش بالمنظر اللي وصلنا له النهارده نتيجه اللي فات ده. مش عايزين اكتر من كده، كل واحد فضلكم يخش يساهم على وجوده. اخر نقطه انا مش عارف يعني برضه عشان ارد على ناس كتير قالوا طب مين معاكم، مين الشخصيات الكبيره، مين النجوم، مين اللي كده. قلت لهم احنا مش عايزين اي حد، يعني بنرحب بكل الشخصيات العامه بنرحب بكل رموز المجتمع اللي معانا النهارده، بس احنا عايزين حزب كل واحد يخش عشان مصر، عشان عايز يغير مصر، مش عشان هو عايز ايه. وعشان كده انا بشرح برضه نقطتين تاني، ان انا قلت ان انا اول حاجه مش هترشح لرئاسه هذا الحزب ومش هرقصه عشان ما حدش يقول ده حزب فلان، وانا بزعل جدا ما حد ده الحزب بتاع فلان، لا مش بتاع فلان، ده الحزب بتاع كل الناس اللي قاعده هنا النهارده، وانتوا اللي هتتولوا، والشباب هو اللي هيدير هذا الحزب، واحنا كعواجيز ومجلس حكماء هنقعد ورا ونشوف الولاد دول يعملوا ايه، زي ما عملوا ثوره 25 يناير احنا عايزين يعملوا ثوره من خلال هذا. الاستاذ محمد سلماوي بس يجي يقرا المبادئ والاهداف. استاذ محمد سلماوي. وقالوا لي تطلع تقول الكلام ده بس، فأنا قبل ما أقول الكلام ده لازم أقول حاجات تانية. أولا لازم أحيي الصديق العزيز المهندس نجيب ساويرس على هذه الدعوة. نجيب ساويرس لا تتوقف إنجازاته وإسهاماته لهذا البلد، وما كنتش متصور إنه هيصل لحد إنه هو كمان يعمل حزب، ويعمل حزب للناس اللي عمرهم ما دخلوا احزاب. يعني انا عايز اقول ان الظاهره الواضحه في كل الناس اللي موجودين، ولو اي حد فيكم بص على اللي جنبه واللي وراه واللي قدامه، مفيش حد من دول دخل احزاب قبل كده، بما فيهم انا لم اكن عضوا في اي حزب.